السلام عليكم. حكايتنا عن أطفال ظهروا واشتهروا في طفولتهم واختفى فجأة في كبرهم. يا ترى راحوا فين وعملوا ايه في حياتهم؟ ده اللي هنعرفه، لذلك تابع الفيديو للنهاية. سليمان الجندي مواليد 1945، دخل التمثيل عن طريق واحد قريبه كان شغال عند مخرج. شاف سليمان انه واد ذكي كده ولبك، وده زي اللي كان بيتقال عليه. عرضه على المخرج، أعجب بيه جدا وعجبه ذكائه وطبقته، وأخده واشتغل معاه في أول فيلم ليه وهو كان أسطى حسن، وكان عمره 7 سنوات. ده كان مع فريد شوقي وهدى سلطان. أساسا أغلب أفلامه كانت مع فريد شوقي، لدرجة إن الناس افتكروه إن ابن الفنان فريد شوقي. لما كبر شوية ووصل عمره 18 سنة مثل فيلم جميلة أبو حريت وأم العروسة مع عماد حمدي وتحية كاريوكا. ولما كبر أكتر ملقاش دور مناسب ليه فاعتزل التمثيل، وكان رصيد أفلامه 30 فيلم. وكان آخر أعماله النصف الآخر، ده كان سنة 1967. استقر مع عيلته في اسكندرية وفتح معرض سيارات، ودي كانت في الأصل شغلانة أهله وقرايبه. واتجوز جارته أميمة، وتوفى سنة 1996 عن عمره صغير، كان عمره 51 سنة. وده كان نفس العمر اللي مات فيه أبوه وكمان إخواته الاتنين عادل وجمال. العيلة دي كانت بتموت في نفس التوقيت وفي نفس العمر، لذلك مات سليمان الجندي عن عمر 51 سنة. سنة 2000 اتعرض فيلم بلية ودماغه العالية، اللي كان بيضم مجموعة كبيرة من الأطفال. كان من ضمن الأطفال دي نادية هلا، اللي قدمت بعدها مسلسل ملك روحي. بعدها توقفت عن التمثيل واشتغلت موديل في الكليبات، وقدمت مع حمادة هلال أغنية قال إيه اللي حققت نجاح كبير. بعدها توقفت تماما عن التمثيل وعن الموديل كمان، وارتدت النقاب، وهي بتكون أخت الفنانة منى هلا اللي ظهرت أكتر من مرة في البرامج. وقالت إن أختي دايما معترضة عن أدواري في التمثيل وبتدعيلي بالهداية، بس احنا كل واحد ما بيتدخلش في حياة التاني. ونادية هلا ما زالت على قيد الحياة، ربنا يعطيها ألف صحة. أما الطفلة شيماء العربي اللي كانت في مسلسل نحن لا نزرع الشوك، اللي قدمت دور سيدة ببراعة، كانت أول أدوار ليها في التمثيل كانت مع المخرج عبد الله زكي في فيلم هنحب ونعب مع فاروق الفيشاوي، ده كان سنة 1998. وقدمت كمان مسلسل أم العروسة مع معالي زايد. كان آخر ظهور ليها كان في فيلم أنا يا خالتي اللي قدمته سنة 2005، كان مع محمد هنيدي اللي لعبت فيه دور لوزة الخدامة. من ساعتها اختفت تماما وما ظهرتش لا في أي برامج أو حتى في لقاء. تقريبا ما لقيتش أي أدوار يناسبها فقررت الاعتزال واللي ابتعد عن التمثيل. أما الطفلة بقى بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان، ليزا شحاتة كامل، كانت من ضمن أكتر الأطفال شهرة في السينما المصرية. دي كمان اتعرفت بخفة الدم وأدائها المميز. كانت من مواليد القاهرة عام 1976. قدمت أعمال فنية مميزة زي صاحب الشقة وكراكون في الشارع مع الزعيم عادل إمام. وكان آخر أعمالها كان مسلسل هند والدكتور نعمان اللي قدمته سنة 1985، وده كان أول مسلسل يترجم باللغة التركية ويتعرض في التركية. ومش بس كده، ده اتعرض كمان في ألمانيا وماليزيا. وقدمت أعمال أخرى مع محمد صبحي، بس كان أهم أعمالها كان هو مسلسل هند والدكتور نعمان. وفي الفترة الأخيرة ظهر ليها بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالها لسه محافظة بملامح ليزا الطفلة البريئة وبضحكتها، وهي في عمر الآن 44 سنة. ولو كنت أول مرة تتابع قناة حكايات غادة، ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك فضلا منك وتفعيل الجرس ليوصلك كل حكاياتي. الطفل نادر حسن من مواليد 23 مارس 1978 بالقاهرة. بدأ التمثيل وهو في عمر 7 سنين، كان في مسلسل أبو العلا البشري مع محمود عبد العزيز، وشارك كمان في فيلم على 3 على الطريق مع محمود ياسين. كان من أهم أعمال طفولته كان فيلم العفاريت اللي قدمه ببراعة واشتهر بيه،
اللي كان مع مديحة كامل وعمرو دياب. وكان آخر ظهور ليه كان في مسلسل يوميات ونيس. وآخر أعماله السينمائية كان فيلم ضغط عالي سنة 2019. أما عن أعماله الدرامية فقدم الليل وآخره، حكايات زوج معاصر. وكان آخر ظهور ليه في التلفزيون كان في برنامج صباح الخير على الدي ام سن. نادر حسن بيكون أخو مؤمن حسن. مؤمن حسن مواليد 16 نوفمبر 1974. دخل التمثيل في عمر صغير جدا 5 سنوات. شارك في عديد في الأعمال الطفولية زي عنتر شايل سيفه، غريب في بيتي مع سندريلا سعاد حسني ونور الشريف، والزعيم عادل إمام ونادية الجندي في 5 باب، والكثير من الأعمال اللي قدمها في طفولته واتشهر بيها. ومش عايزين ننسى أهم شيء اتشهر بيه كان دوره في الشباب، دور الشهير خضير كان في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، اللي هو دلوقتي حاليا متزوج وعنده 3 بنات وولد. وكان يعمل في التسويق العقاري، وقال انه ترك التمثيل وسافر خارج البلد في سلطنة عمان عشان كان بيشتغل هناك في التسويق العقاري، ولسه راجع من قريب جدا. وبكده يكون وصلنا لحد آخر فقرتنا. أشوفكم على الخير، مع السلامة.